إزاي بنحلم؟ أنت نايم، جسمك ساكن، بس دماغك شغال بأقصى طاقته. بتبدأ تدخل مرحلة اسمها REM sleep، المرحلة اللي عينيك فيها بتتحرك بسرعة، بس جسمك مش بيتحرك خالص. في اللحظة دي المخ بيبدأ يولع الإشارات الكهربية زي الألعاب النارية، بس جوه عقلك. الإشارات دي بتوصل لأجزاء في دماغك مسؤولة عن الصور، المشاعر، الذكريات، وحتى الحواس. بس المنطقة اللي بتفكر بشكل منطقي بتهدى وتسيبك تعيش جوا خيال مش مربوط بالقواعد. المخ بيجمع لقطات من الذاكرة يركبها فوق مشاعر، ويضيف صوت أو موقف حصل زمان، ويطلع لك حلم ما يتفهمش. أحيانا الحلم يبقى فيلم رعب، وأحيانا يبقى خيال حلو تتمنى ترجع له. يعني الحلم هو منتج مشترك بين عقلك الواعي واللاواعي. هو دماغك بيحاول يرتب الفوضى بأسلوب فني. لو تحب تعرف معلومات أكتر، ما تنساش تتابعنا على كل المنصات.